ولكن مع أمستردام
الكرة في مناطق اليوفي. بونوتشي تابع كاس بعد انطلاق الكين انطلاق يواصل انطلاق الفيل يسجل الثنائية. دوبيتا عن طريق الايطالي الايفواري انطلاق تأنى وصد الكرة غلطت الارجنتيني صفق لها البيانيستا وصفق لها كل يوفنتينو. كرة اللاعب كين ثنائية هذا الاسمراني سرعة في التفكير من جانب اللاعب كين ممتاز كين مكسب كبير كين لليوفي. الايطالي الايفواري يسجل ثنائية. الوان تو يسترجع كرة فريق اودينيزي بيرجع كرة عند الحارس بيبول لفوفانا. فوفانا يسبب يحاول الرد فوفانا لكن كين وفوفانا القاسم بينهما الوصول وصولهما من كوت ديفوار ولكن فوفانا يرجع كرة عند بنتانكور تنقل في العمق ولكن تغطي من الدفاع. يسترجع كرة ترجع كرة للوراء يمري تشان كرة داخل المنطقة خروج الحارس وبيرنا يضيع كرة بعدها اخوان موسو وبيرنا على الطاير. برناردسكي سدد وكرة تالي خارج الملعب. كرة تنتهي لخارج الملعب. محاولة وفرصة أولى مع بداية الشوط الثاني لفريق اليوفي. كرة داخل منطقة صعود ماتويدي يواصل اللعب في دوري أبطال وإيطاليا بوسيتو. هذه محاولة للأودينيزي بينما حكم المباراة يحتسب خطأ. إناسيو بوسيتو الأرجنتيني في اصطدام مع ألكساندرو اللاعب البرازيلي ظهير أيسر فريق اليوفي يلعب كلاعب وسط. موسو مازالت عند فريق اليوفي. ألكساندرو أليكس باليمنى وكرة أليكس لخارج الملعب. أودينيزي مازال يتلقى الضربات مازال يدافع. تألق مستمر اليوفي. كرة من ألكساندرو داخل منطقة على الطاير من سبيناتسولا. تصويبة سبيناتسولا والكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. أسبقية الشوط الأول 2-0 وسيطرة اليوفي وراء عند بيرافيست. سهلة الكرة عندك زيكو تدخل فيها من رئيس إيطاليا ساندرو بيرتيني ودون نسيان الأسطورة مارادونا في الثمانينات إيطاليا. كرة من جديد عند فريق اليوفي تلعب داخل المنطقة باتجاه ماتويدي سهلة عند الحارس خوان موسو. أليجري اللي قال سنلعب من أجل الفوز سنواصل. كرة عند برناردسكي ينطلق بيرنا الكرة. يوفي في بعض اللحظات مبارياتها في الدوري تشعر بالأخويا ديبالا فاز 2-0 كين في حوار مع أوبوكو ينطلق كين وايس كين يطالب بشيء. الإيطالي يطالب بشيء والحكم كيبي ماذا أعلن؟ يبدو لي احتساب ريغوري يبدو لي ضربة جزاء أمامنا. شوف المتابعة عدم اليأس انطلق تحتاج للفار هذه الكرة. في تدخل لافار من علامة الجزاء يتقدم يسجل والهدف الثالث اليوفي من ضربة جزاء تعامل مع بيودو التركي الألماني 3-0 ويسجل رابع أهداف إمري مع اليوفي بالسيريا. سجل رابع أهداف مع قوي إيطاليا. اليوفي بالصف الثاني يضرب بثلاثة. ما هذا يا يوفي. الهدف الثالث عن طريق اللاعب إمري تشان. يوفي اللي بثلاثية اليوم يصبح مسجل 60 هدف. لا أحد قادر على إيقافك يا يوفي. هذه حقيقة. هو البطل المطلق في إيطاليا ولو أن اليوفي ودع سباق الكوبا إيطاليا من أجل عيون دوري الأبطال. هذا هو أليجري السيد أليجري. يوفي ناوي على الرباعية ناوي على والرابع يا ماتويدي. تعامل معاه بهدوء تام ماتويدي حتى ماتويدي يتفنن وهو يسجل رابع أهداف فريق اليوفي. له الحق أن يرقص ماتويدي سجل ثالث هدف لي في السيريا مع فريق اليوفي. يوفي يتقدم بال4-0. اليوفي بالبدلاء بالفريق الثاني يحقق الفوز الأكبر لي على ملعب الأليانس لأول